اختتمت فعاليات مؤتمر وطن الخامس الذي عقد تحت شعار أثر مستدام في مدينة اسطنبول التركية لمناقشة الوضع الإنساني وتحديات اندماج اللاجئين السوريين. مؤتمر وطن الخامس الذي تنظمه وطن يهدف إلى عملية تكاملية ودراسة انعكاسات الأحداث الحالية على العمل المدني والإنساني ومعالجة التحديات وتحديد الحلول من خلال ورش عمل تعاونية، بالإضافة إلى دراسة تحدي اندماج السوريين في المجتمعات المضيفة. معاذ السباعي رئيس منظومة وطن قال إن شعارنا في هذا العام هو أثر مستدام، ليعبر عن أولوياتنا في العمل على تحقيق أثر أفضل على المجتمع والمستفيدين في واقع سريع التغير. وقد ركز المؤتمر على جوانب مرتبطة بتعزيز الاستدامة في الاستجابة الموجهة للمتضررين جراء الكارثة الإنسانية في سوريا. وقد اتخذ هذا المؤتمر من مخرجات مؤتمر القمة للعمل الإنساني الذي نظمته الأمم المتحدة في أيار 2016 منطلقات استراتيجية، أهمها التركيز على الاستثمار في المجتمعات المدنية المحلية. انقسمت ورش العمل إلى عدد من المسارات، منها التعليم وتمكين المجتمعات والمجتمع المدني والحماية والتمكين الاقتصادي والطبي، بالإضافة للصحة والأطر القانونية. غزوان المصري ممثل جمعية رجال أعمال الموصياد تحدث في كلمته عن ما تقدمه تركيا برعايتها هكذا مؤتمرات تهدف إلى إيجاد المزيد من الفرص وحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها تركيا، داعيا الحضور إلى التعاون المثمر لحل القضايا الإشكالية على الصعيد السياسي والاقتصادي. أنتم اليوم في مدينة اسطنبول، مدينة محمد الفاتح. عندما يذكر محمد الفاتح لابد أن تذكر أن محمد الفاتح افتتح هذه المدينة وكان عمره 21 سنة، يعني مثل أعماركم تماما. فلذلك أحد النقاط التي أحب فيها منظومة وطن والتي ابتدأت قبل 5 سنوات وكنت أكبر الداعمين لهذه المؤسسة، هذه المؤسسة الشابة أشبهها بسلطان محمد الفاتح بهذه المدينة التي أنتم بها، التي افتتحها هذا السلطان. وفي ختام المؤتمر تم تكريم الشخصيات الفكرية والنشطاء والخبراء والأكاديميين المشاركين في فعاليات المؤتمر، كما تم تكريم شركاء وطن من الجمعيات والفرق ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة للعاملين ضمن منظومة وطن. مؤتمر منظومة وطن الخامس عقد برعاية كل من الخارجية النرويجية والخارجية الهولندية، بالإضافة إلى رعاية فخرية من الحكومة التركية والهلال الأحمر التركي.